سألت نفسك قبل كده ليه في ناس بتدخل المكان تلاقيها بتلف على الكل عشان تسلم وتتأكد إن كله تمام ومبسوط، في حين إن في ناس تانية بتدخل تقعد في ركن حاطة رجل على رجل واللي عايزها هو اللي يجيلها؟ علم النفس بيقول لنا إن البشر في علاقتهم بيميلوا لنمطين من الشخصيات، نمط شخصية الكلب ونمط شخصية القط. ودي مش شتيمة، دي سيكولوجية عميقة جدا. هنبدأ بأصحاب شخصية الكلب. الشخصية دي محركها الأساسي في الحياة هو الانتماء والقبول. الكلب ككائن حي هو حيوان قطيع، بيموت لو اترفض من المجموعة. في البشر بقى الشخصية دي بتعاني من حاجة اسمها هوس إرضاء الناس، بيفضل يلف ويدور عشان ياخد كلمة شابو أو برافو عليك. قيمته بيستمدها من بره، لو اللي حواليه راضيين عنه بيحس إنه موجود، ولو زعلوا بيحس بتهديد وجودي وجلد ذات رهيب. على العكس تماماً تظهر شخصية القط. القطة كائن صياد، مش مستنية حد يسقف لها عشان تاكل أو تنام. في البشر الشخصية دي عندها استحقاق ذاتي عالي جداً وثقة نابعة من الداخل، مش مضطرة تثبت لأي حد أي حاجة. لو قعدت معاك فده تكرم منها وتسلية ليها، مش عشان هي محتاجة موافقتك على وجودها. القطة بتمثل الحدود الصارمة، هي اللي بتحدد مين يقرب ومين يقف بعيد. الفرق الجوهري هنا هو مصدر الأمان. شخصية الكلب بتضحي بحريتها وراحتها عشان تشتري الأمان والحب من الناس، وممكن يجي على حساب نفسه ويقول حاضر وهو عايز يقول لأ لمجرد إنه خايف من الصدام أو الرفض. أما شخصية القط فبتضحي بأي علاقة أو لمة في سبيل حريتها وسلامها النفسي. القط مش هيمثل عليك إنه بيحبك عشان مصلحة أو عشان خايف تخسره. وضوحه حاد لدرجة الصدمة. طب مين فيهم اللي صح؟ في الحقيقة التطرف في أي ناحية مرهق. شخصية الكلب اللي جوانا بتخلينا ناس اجتماعيين وبنعرف نعمل علاقات دافية، بس لو زادت بنتحول لضحايا. وشخصية القط اللي جوانا بتدينا هيبة وثقة، بس لو زادت هنتحول لأشخاص باردين ومعزولين. الشطارة والذكاء النفسي الحقيقي إنك تكون بشخصية الكلب في مشاعرك وعطائك مع الناس اللي تستاهل، وبشخصية القط الواثق في حدودك وقيمتك قدام العالم اللي بيحاول يكسرك.